حكاوي فنية. خدعة حسين كمال اللي طلعت شادية على المسرح. المخرج حسين كمال لما كان بيحضر لمسرحية ريا وسكينة وبيحط تصوره للأدوار والشخصيات واخد قرار جريء لما رشح النجمة شادية لدور ريا في أول تجربة مسرحية في تاريخها، وفعلا اتصل بيها عشان يعرض عليها الموضوع. أول ما شادية سمعت منه كلمة مسرحية كان ردها حازم وعنيف جدا، وقالت له: أنا مش حضحى بتاريخي عشان خاطر حضرتك. واتأكد حسين أن مهمته مستحيلة، لكن ما استسلمش وقرر يعمل حركة خبيثة عشان يقنعها تقبل الدور. بيحكي حسين: أنا كان فاهم شادية وعارف أنا عندها عرق تركي، يعني دماغها ناشفة، بس في نفس الوقت قلبها حنين. عشان كده قالها: خلاص أنسي الموضوع، بس أنا عايز منك خدمة تساعدي أخوكي بيها عشان المسرحية دي مهمة بالنسبة لي ورأيك يهمني. أنا حبعت لك أول مشهد تقريه وتقولي لي رأيك، ويا ريت بخبرتك ترشحي لي حد يعمل الدور مكانك. رحبت شادية جدا وقرت المشهد الأول، وبعدين كلمته وقالت له أنه عجبها جدا. راح بعت لها المشهد الثاني ومشهد جر المشهد لحد ما قرأت الثلاث فصول كلهم وتثبتت، وكلمنه تاني عشان تقوله إذا عجبتها الرواية، وكان رده: مش قول تلك، أنا مش شايف حد غيرك للدور، يا رأيك. رغم إعجابها بالنص، لكن شادية قالت لحسين أنها خاصة جدا وما عندها شيء خبرة في المسرح، وخافته يؤثر على جماهيريتها. لكن رد حسين قطع شكوك شادية لما قالها: لو فشلت انت لسهن شادية برده أنا اللي حتهاجم وحيقول حسين كمال بوث تاريخ شادية، أنا اللي حاخد الرصاص بذلك. وفعلا بدأت شادية الشغل في المسرحية عشان تكون أول وآخر تحريبة مسرحية في تاريخها. وشادي اللي كانت خاصة من الفشل كانت أهم أسباب نجاح المسرحية، وده بشهادة النجمة سهير البابلي، اللي رغم أنها كانت نجمة مسرح كبيرة وقتها، لكن قالت أن شادية جابت جمهور جديد ما كانش ممكن للمسرحية دي توصله، لكن الجمهور دهجه عشان يشوف شادية على المسرح.